طيب انت زهقان وبتسكرول ونفسك تعمل ايديت زي دوت، فانت بتيجي تفتح الافتر افكت تلاقي الهاري اللي قدامك ده، يعني زي ما انت شايف كده تحس ان انت داخل طياره ولا حاجه. ما علينا، انا يوسف اندر كفر طبعا، اللي عرفت من تيك توك. النهارده هنتعلم او يعني هنحاول نشرح يعني هذا الكائن الذي امامك، هحاول اشرح لك ازاي تعمل ايديت تيك توك. عموما انا ما كنتش متخيل ان انا اشرح يعني في يوم من وقت من الاوقات، بس ان شاء الله خير يعني مفيش اي مشاكل. المهم هتيجي تفتح الافتر عادي، وهتفتح هنعمل نيو بروجكت، وزي ما انت شايف هتعمل نيو كومبوزيشن. هتشوف عندك الكومبوزيشن قدامك هيكون بالاسم دوت، انت عايز تغير الاسم غيره، شرح ايديت عادي خالص. بالنسبه للريزوليوشن فانا بستخدم 1080 في 1080 اللي هو السكوير، لكن طبعا في ريزوليوشنز تانية كتير ممكن تستخدمها زي ال 1080 في 1090 وال 1080 في 1450 وال 1080 في 1080 اللي هي بتاعتنا بتاعت دلوقتي. وبس السكوير بكس زي ما هي، وعادي ممكن تفعل اللوك وممكن لا، مش هتفرق، انت كده بتختار براحتك يعني. وتأكد طبعا ان انت عامل 60 فريم. اما بالنسبه للريزوليوشن فده البريفيو، مش مشكله نغير كل ده بعدين. اما بالنسبه للديوريشن فانا احيانا بحط دي مثلا 1 أو 2، بحيث ان انا يكون عندي دقيقه او دقيقتين للفيديو، وما تقلقش هنغيرها بعد كده، يعني مش عشان يعني مش هنرندر اكيد الدقيقتين كلهم، بس انا هسيبها دقيقه عادي. كل اللي هنحتاجه دلوقتي هو عادي فوتج، ونحتاج ساوند. طيب ازاي نمبورت الحاجات دي او ازاي ندخلها في الافتر؟ عشان تمبورت الحاجات في الافتر فبتيجي في اي حته فاضيه هنا او في الجنب هنا اهوت، لو انت الدنيا زيادة عندك زحمه وتدوس دبل كليك تفتح، او تيجي مثلا تخش على الفايل وبتيجي مثلا تسحب اي فايل زي كده وتدخله الافتر افكت. يبقى عشان نمبورت يا اما هندوس دبل كليك يا اما هنسحب الفايل وندخله برضه في الحته الفاضيه هذه، وشكرا. واروح مثلا اجيب بقى، يعني هجيب اي فوتج طبعا، لان انا بشرح مش محتاج ان انا مش هركز على حاجه معينه عايز اعملها في الايديت، بس انت طبعا هتكون مجهز فكرتك وهتكون مجهز الايه الكليبس بتاعتك واللي انت عايز تحطها والمسلسل طبعا او الفيلم اللي انت عايز تعمل عليه الايديت. المهم فراح اجيب اي حاجه عشوائيه كده بس، وعملت امبورت للفوتج بتاعي برضو كمان. شوف انت طبعا انت مش شرط تعمل واحد بس زيي، بس انا مثلا اللي عارف ان انا هختار الكليبس بتاعتي من فايل واحد، فانت ممكن تحط 10 فايلات عادي وتختار الكليبس على مزاجك، بس انا اديك مثال يعني. انا عملت امبورت للساوند وعملت امبورت للفوتج. خليك متاكد ان الكليب بتاعك طبعا يكون حوالي 1080 بي مثلا. تبدا تسحب بقى ايه حاجه كده عشان ندخلها في التايم لاين، فنبدا نسحبها وننزل على التايم لاين تحت، هنتعامل على طريقه اللايرز. طبعا في فري ان انت ايه تغير اللون بتاعه عادي. ازاي دلوقتي هنعمل مارك للبيتس؟ اول حاجه قبل ما نعمل مارك للبيتس انت عايز تبدا الساوند بتاعك من مكان معين. طب ازاي نقص كده اهو في السيت؟ دوس دبل كليك على اللاير ونسحب السهم الازرق ده، لنفترض مثلا ان انا عايز ابدا الساوند بتاعي من هنا، فهاجي ادوس على سفين اهو، سهم يمين وسهم شمال، ده هيقص من اليمين ده وده هيقص من الشمال، انا عايز اقص من الشمال فاقص كده بس. وهتلاقي عندك ان الستارت بتاعي في الساوند بقى كده. طيب لو انا غلطت وحسيت ان انا مثلا هكيت الساوند او عايز ارجع عادي، برضه بدوس اسحب السهم الازرق لورا حوالي كده مثلا، وادوس برضه السهم دهوت فيبدا ان هو يرجع لي اللي انا قصيته عادي خالص. بعدها عايزين نعمل مارك للبيتس. ازاي نعمل مارك للبيتس عشان ما تقالش علينا بتوع كاب كات وكده اهوت اوف بيت والساوند بتاعنا مش ظابط على الكليب والهري ده، ما ينفعش يعني. المهم هنيجي ندوس ان هو رايت كليك وندوس على كي فريم اسيستنت وندوس على كونفرت الاوديو للكي فريمز، سيبه يحمل عادي. هطلع لك الاوديو امبليتيود، هتدوس عليها وهتدوس على حرف اليو على الكيبورد، هطلع لك السلايدرز والكي فريمز، فانت هتدوس على السلايدر بتاع البوست شانل والسلايدر البوست شانل برضو، وتدوس على الجراف هنا اهو. هيطلع لك المنظر الجميل الحلو الشيك ده. ده ايه؟ ده السبايكس بتاعت الساوند، فانت بتبدا تشوف السبايكس وتمرك البيتس ازاي. انا هاجي هنا اهو مثلا همد البتاع كده، عشان تمد طبعا تدوس الت والسكرول بتاعت الماوس، او عندك تحت هنا بتمد عندك براحتك، و يعني لو عايز تصغر التايم لاين او تكبر. هبدا هنا اهو اسمع اشوف هنا شايف، انا شايف ان دي اعلى سبايك مثلا، بس عادي ممكن ان انا ابدا ان انا البس سماعه واسمع اشوف لو السبايك دي ظابطه فعلا البيت، ولا مثلا البيت بادئ مثلا من هنا والبيت عالي قوي فالسبايك بقت هنا كده يعني. فانا مثلا هرجع حوالي، فانا مثلا رجعت حبه زي كده وانا حاسس مثلا ان البيت هيبدا هنا والسبايك بتاعه هو النهايه مثلا، فابدا ان انا اسمع عادي بالصوت، لو ظبطت هبدا امارك. طيب فانا سمعت مثلا في حق انا شايف ان بدايه البيت بتاعي هيبقى هنا. طبعا انت لو اختلفت مثلا عني ثانيه او ثانيتين او مثلا رجعت ثانيه واحده كده فعادي، كل ده عادي يعني. المهم ان انت تبقى قريب من البيت بنسبه 99% يعني، عشان ما يتقالش عليك بتاع كاب كات. طيب فانا ظبطت ان اهوت، انا خلاص انا عايز اثبت هنا، فانا عاجبني كده، فانا هقوم اجي على اليمين ان اهوت شايف العلامه دي هدوس مارك كده، فيبدا ان هو ينزل لي مارك واحد
وهكذا بقى ببدا اشوف كل سبايك، مثلا في سبايك هنا وانا شايف انها هتبقى مظبوطه هنا، فابدا ان انا امارك المارك الثانيه بتاعتي هو بس، وتبدا تعمل مارك للبيتس بتاعتك لحد مثلا ما الاوديو بيبدا يكرر تاني او البيتس بتبدا تتكرر تاني. المهم ان انت بتبدا بقى ماشي هكذا ان انت تعمل مارك للبيتس واحده واحده زي ما انت شايف السبايكس وبس. بعد ما تخلص طبعا انا هعمل بيتس عشوائيه، انا مش شرط امشي على الدروب بي على البيت، تمام؟ فانت بعد ما تخلص وتظبط البيتس بتاعتك هتمارك عادي خالص زي ما قلنا، المارك على اليمين، وتبقى عارف مثلا ان هو اللي ورا ده هيبقى الانترو والايديت هيبدا كله بيشتغل من هنا. بعد ما نخلص هندوس على اوديو امبليتيود وهندوس على ديليت على اللي احنا مش عايزينها خلاص. بعد ما تخلص ماركينج للبيتس طبعا انت لو عايز تغير الالوان او عايز تغير اي حاجه في البيت انت بتيجي على هنا الرايت كليك وتدوس على السيتنجز، هيطلع لك الاسم لو انت عايز تسميها حاجه، وهيطلع لك ايه اللون بتاعها لو انت عايز تغير اللون. لو انا عايز مثلا البدايه بتاعتي تبقى برتقاني فبيبدا ان هو يغير اللون كده. طيب احنا كده خلصنا البيتس وخلصنا كده اهوت المارك بيت بتاعتنا عشان نعرف نمشي على الساوند. طيب نبدا بقى نجهز الانترو. ازاي هنجهز الانترو؟ كل اللي هنعمله هنيجي على الفوتج بتاعنا سواء هم واحد او اثنين ولا ثلاثه، شوف انت هتعمل امبورت لكام حاجه او هتقصه ازاي. كل اللي هتعمل امبورت كده تمام، هيبدا ينزل معايا في التايم لاين اهو فوق الساوند بالظبط. فهبدا ان انا اعمل له ايه رايت كليك وترانسفورم، وابدا ان انا اعمل فيت تو هايت لو هو مش مظبوط عشان يبقى قبل السكيل بتاعتي تمام كده. طيب انا عايز الانترو بتاعتي اقصها برضه، عايز برضه ان انا ابدا برضه اقص الكليب بس يعني بنفس الطريقه اللي قصينا بيها ايه الساوند. فنبدا ادوس ليفت كليك عادي خالص مرتين، رول كليك، وانا مثلا الشريط الازرق اهو. طبعا كل ما بتسحب بيظهر طبعا الفريم اللي انت واقف عليه مثلا هكذا. فانا مثلا هقف هنا وهخلي مثلا دي الانترو بتاعتي عايزه تبدا من هنا. فزي ما قلنا عندك ان هو دي الان ودي الاوت، فانا هاخد ان هو الان هقص كده، فتلاقي زي ما انت شايف هتلاقي كل ده اتقص والبدايه بتاعتي بقت تمام. طيب الانترو بتاعي مثلا هيخلص هنا، فانا عايز ان اعمل ايه، عايز اقص برضه وانا فوق كده. فانا كل اللي هعمله هعمل رايت كليك واعمل جو تو ماركر ودبل كليك هنا اهوت. ولو انا عايز زي ما قلت لك اعمل اوت او اقص اليمين ده كله فاجي على السهم اليمين واقص كده. فزي ما انت شايف ادي الكليب بتاعنا نزل اهو، وادي عمك وسيم وعمك البسبوسه. فابدا اسمع بقى يعني انا مش انا انت كشخص بيختار الانترو انت هتكون مرتاح في اللي انت اخترته. انا اخترت بشكل عشوائي يعني انا اخترت الانترو بتاعي يبقى بالمنظر ده بشكل عشوائي زي ما انت شايف. طيب جينا دلوقتي ان انت قلت لي ان انا عملت فيت هايت والتاني تمام وده هو قد الكومبوزيشن. طب ازاي بقى اعدل البوزيشن؟ عادي هندوس على اللاير، هندوس على حرف البي على الكيبورد، ده الاكس وده الواي، فهعمل اكس كده تلاقيه بيسحب يمين شمال اهو تمام. فانا هخليها مثلا كده عشان ايه اسنتر الشخصيه بتاعتي او الكاركتر بتاعي في النص تمام. وابدا امشي شويه شويه وابدا بقى اسحب الشريط الازرق بقى اللي في التايم لاين بتاعي شويه شويه كده لما يبدا يتغير الكادر زي كده اهو. طبعا الالت قلنا الالت هو اللي ايه بيصغر ويكبر التايم لاين عشان ابقى دقيق في الحاجه بتاعتي واتحرك فريم فريم اهو. بص شفت انا ايه، شايف الفريم دي ادي اخر فريم الكادر كده، الفريم اللي بعده هيكون ايه. فنقف على الفريم اللي احنا عايزين نقص عنده وهندوس على كنترول شيفت دي، كنترول شيفت دي عشان ابدا ان انا اقص، وده هدوس على البي تاني على اللي احنا قصيناها وابدا ان انا اعدل برضو اسنتر الشخصيه بتاعتي، وابدا ان انا امشي تاني لحد ما الكاميرا الكادر بتاعي يتغير. لو عايز طبعا تحرك التايم لاين انت بالماوس فانت بتدوس على سبيس وعادي بالليفت كليك بيبدا يحرك الماوس. ابدا اكبر تاني التايم لاين، انت اتغيرت استنى اهي اتغيرت عندنا اهو، ابدا ادوس عليه وابدا ادوس كنترول شيفت دي اعدل عليه واخلي بسبوسه في نص الشاشه واقفل تاني اللاير اهو تاني اهو. وهكذا بقى يعني انت بتفضل بقى تسنتر الشخصيه بتاعتك بالطريقه دي عشان ما نطولش بس. فانا هظبطهم وارجع تاني بس. وبعد ما خلصت الكليبات طبعا انت ممكن عندك اكتر عندك اقل، الانترو بتاعك اكيد هيبقى اطول من كده بس انا بشرح ازاي نعمل ايديت بسيط. فارجوك ما تكوبيش بيست وارجوك تبقى فاهم احنا بنعمل ايه. احنا قصينا اهو الكليبات وظبطنا كل شخصيه تبقى في السنتر في الكليبات تمام، وشويه كمان شويه وهننضف التايم لاين اكيد نخليهم كلهم دلوقتي في كليب واحد او في لاير واحده عشان ما يبقاش عندي كل العدد ده من اللايرز كتير قوي تمام. طيب جينا نهوت بقى للاول بيت اهي، اول بيت فبندوس هنا زي ما قلنا رايت كليك وجوه الماركر. طبعا ببدا ان انا اقص الزيادات بس. وبعد ما خلصنا من البيتس وخلصنا من الكليبات طبعا البيتس طبعا زي ما انت شايف انا عملت بيتس كتير شويه
بالنسبه لي انا الصراحه انا كنت هشرح على اقل من كده، بس انا جيت هنا علمت على علامه صفراء. على ايه العلامه الصفراء دي؟ ليه خليت البيت دي بالاصفر؟ انت لما تخلص ايديت انت هتعمل مثلا يعني ولا نقول مثلا ايه حوالي 10 كليبات 10 بيتس، تمام؟ فبتيجي الاغنيه عند بيت تبدا انها تكرر نفس البيتس تاني، فانت عادي هتعمل بقى نفس الكليبات هتاخدها كوبي بيست في البيتس اللي بعدها. فانا شايف ان هو اللي في الاصفر ده انا ملاحظ ان البيت بيبدا ان هو يتكرر تاني، فانا مش هجيب بقى كليبات جديده، انا بحفظ البيت بقى، يعني بعلمها عشان ابقى عارف ان انا اول ما اخلص الكام كليب دول هاخدهم كوبي واحطهم بيست تاني، وابدا ان هم ايه الايديت يبدا تاني ان هو يتعاد تاني بالشكل ده. نبدا ان احنا بقى ايه نيجي بعد اول بيت ان هو تعالي خالص زي ما قلنا رايت كليك جو تو ذا ماركر، وابدا ان انا عايز ايه قائمه البروجكت. فعندي نفس الكليب اللي انا هختار منه، طبعا انا ممكن اختار من كليب تاني عادي مش قران برضه. شوف انت عندك دلوقتي 20 فايل هنا، فانت هتختار من الفايل رقم 5 مثلا، فهسحب برضه الفايل رقم 5 وانزله على التايم لاين تاني. هتقول لي تاني عادي، فيبدا ينزل طبعا من الاول زي ما قلنا رايت كليك ترانسفورميشن. طبعا انت لو شايف عادي بعينك ان هو كده اصلا مظبوط عادي، انا بس بقول لك هتعمل ديت لو الكليب مش في على قد الكومبوزيشن. انت عايز تختار كليبات، نعتبر ان الايديت الوسيم مع احترام البسبوسه يعني. فانت شايف اهوت ادي ده البدايه بتاعت ادي ده الارقام طبعا بتاعت الفيديو. فهتعمل ايه؟ فانت يا اما انت هتكون حافظ الكليبس قبل ما تخش يعني، بس احفظها انت يعني مدونها قبل ما تفتح الكليب بتاعك وتختار بقى ايه كل لقطه الوسيم انت عايز تختارها. يا اما طبعا هتدونها في نوت موبايل او هتدونها في تكست زي كده اهوت مثلا يعني على البي سي. يا اما انت بتيجي للفوتج الاصلي بقى تفتحه من الفولدر زي ما قلت لك بفتحه زي كده. فببدا بقى ان انا ايه اختار، انا مثلا عجباني اللقطه دي، انا مثلا عجبتني اللقطه دي وسيم، فخلاص هاجي ابص على الشمال الاقي دي عندي كام 4:19، ولو هي بالساعه طبعا هتلاقي في واحد على الشمال يعني بديهي يعني. فهبدا ان انا ارجع للافتر وابدا ان انا هنا اهوت ادوس على المربع ده بتاع التوقيت، واجي هنا اهوت دقيقه اهي، دي في دي مش الثواني دي الثواني، اجي هنا اهوت عند الدقيقه وادوس 4 ويقول لك ان هو عند 19. مش لازم طبعا اختار بالفيمتو ثانيه، بس خلينا نبدا بالدقيقه 19. هيبدا يروح عند الايه اللقطه اللي انا عايز اروح لها اللي هي فيها وسيم بيعمل كده. طيب عايز ارجع شويه ولا عايز اقدم شويه، زي ما قلت لك بتسحب الشريط الازرق يمين او شمال. ولو عايز طبعا تكبر الدنيا عشان ما تسحبش جامد قوي، فتيجي على العلامه الزرقاء اللي هنا دي وتعمل كده، انت تسحبها قرب اختها الزرقاء اللي على اليمين. او في اسهل برضو الصراحه اللي احنا نعمله نفس اللي احنا بنعمله تحت هنا في التايم لاين اللي هو الت والسكرول، فيبدا يعمل كده بالظبط. وبعدها تسحب على الشريط الاحمر. الشريط الاحمر ده هو الازرق بتاعنا اللي احنا ماشيين بيه. فابدا ان انا ارجع اشوف مثلا انا عايز وسيم ابداه منين. لا انا عايز ابدا من هنا مثلا، عجباني اللقطه دي هو كده. فابدا ان انا ادوس طبعا ان هو على الان بتاعي، فيبدا ان هو يقص براحته زي ما انت شايف. بدا الكليب اهو كده، وابدا طبعا اروح على البيت اللي بعدها كود الماركر، وابدا ادوس هنا اهو على وابدا ادوس على اللاير بتاعي وادوس كنترول شيفت الت دي، وابدا ادوس على الكليب بتاعي وادوس كنترول شيفت دي، هيكون قص لك. وابدا دبل كليك على اللي اتقص هيرجع لك نفس الفوتج اهوت ونفس الحته اللي احنا فيها، ونبدا بقى نختار ان هو براحتنا وهكذا يعني. عجباني اللقطه دي فهقصها. فانت يا اما هتدون في نوتس زي ما قلنا، يا اما هتتفرج عادي خالص وتختار اللقطه اللي انت عايز تاخدها للشخصيه بتاعتك. طبعا انا بكرر والله لان يعني عشان لو في حد مش عارف يظبط قوي، انت ممكن طبعا تقدم 5 ثواني ولا حاجه لو حسيت ان انا بطول. بس زي ما قلنا انا هختار الكليب اهي، اخترت الكليب، لكن زي ما قلنا انا بختار بشكل عشوائي. لكن انت الاحسن ان انت تكون مظبط عشان تخش على المربع بتاع الكلام وتختار الكليب اللي انت عايزه اللي انت مجهزه. وفي نفس الوقت برضه انت عادي يعني لو انت مش عاجبك الارقام الكتير والفيمتو ثانيه وكده وعايز تبدا من الزيرو زيرو قلنا اللي هو من اول ما الثانيه تبدا، فبتسحب الشريط الاول خالص تبدا تختار التوقيت اللي انت عايزه. زي مثلا انا اختار هنا 17 وثانيه عشوائيه مثلا، فاختار 19 مثلا كده يعني. فيبدا ان هو يجي لي هنا اهوت، فانا ابدا ان انا اقص اهو بالان عادي. انا بختار بشكل عشوائي والله. وبعد ما تخلص اختياراتك للكليب ووصلت بقى للبيت اللي انت عامل لها مارك، لان البيت ديت هي اللي هيبدا البيتس بتاعت الاغنيه تتكرر من عندها، فخلاص انا مش محتاج دهوت فادوس ديليت، مش محتاج باقي الفوتج. فبقى عندي هنا اهوت من اول البيت بتاعي الاولاني لحد البيت اللي انا معلمه ان الاغنيه تبدا تتكرر، وكده انا خلصت الكليب بتاعتي.
عايزين بقى ننضف التايم لاين شويه لان احنا طلعنا فوق قوي، بس عادي يعني، انت كده كده هتطلع كتير قوي لو انت هتضيف افكتات وبتاع، بس ننضف على قد ما نقدر. فاحنا هنا هنيجي على الانترو بتاعنا، هنختار السلكت، هنحدد كل كليب كل لاير لحد اول لاير خالص اللي هو قبل الاغنيه، ده اللي هو الانترو بتاعي اللي هو قبل البيت الاولانيه يعني. ونيجي على الشمال هنا ندوس على دي مرتين عشان نفعل الفريم بليندنج ونفعل الموشن بلور عشان الكليب يكون 60 اف اس ويكون فيه سموزنس اكتر. طبعا هيظهر شويه جليتشات ممكن نخلص منها، هقول لك ازاي تخلص منها دلوقتي، ولكن مش شرط كلها، عادي يعني، هي مش بتبقى ملحوظه، بتبقى جزء من الثانيه مش مؤثره قوي يعني. بالعكس ده الناس اللي هي كبيره في الايديتس اصلا بتسيب الموضوع ده عادي، مش هيكون مؤثر قوي. فهنيجي هنا وندوس على رايت كليك وندوس على بريكومبوز ونفعل الاختيار ده، ونفعل المربع ده الادجست كومبوزيشن والموف اول اتريبيوتس تو ذا نيو كومبوزيشن وندوس على اوكي. كده بقى عندي الانترو بتاعي جاهز. تمام. عايز تعمل له رينيم هنا هو مثلا، او عايز تغير الاسم، فهنسميه مثلا انترو وبس ونقفل على كده. عايزين نغير مثلا اللون بتاع الانترو، هندوس على رايت كليك على المربع بتاعنا وندوس على مثلا بلو. ادي الانترو بتاعي بقى بالبلو. بعد ما خلاص عملنا الانترو بتاعنا في اللي كلهم في لاير واحده زي ما قلت لك هنا، هو طبعا البريفيو انا مخليه كوارتر لان اصلا الجهاز قد شويه، ده المفروض انزل اكتر من كده لان احنا كمان بنفعل تصوير وبتاع، بس يعني ان شاء الله خير يعني، ان شاء الله الشرح يكمل على خير. المهم انت لو جهازك حتى خارق يعني، ما انصحكش تعمله فول يعني، بالعكس يعني، ده مفيش حد بيعمله فول الا لو هو عايز يشوف حاجه معينه، تلوين، شكل معين مثلا يعني عامل ايه، بس يعني انما فول طول الايديت فصعب، هيبقى موت انتحار يعني. ما علينا، احنا هنسيبها على الكارت دلوقتي والله المستعان يعني. زي ما انت شايف كده اهوت، ادي الفايل بتاعي بقى سموز اكتر زي ما انت شايف في التصوير، ولكن في بقى حاجه بتظهر بين الكليبات يعني، الموضوع 60 اف اس بس الفريم بليندنج بيعمل مشكله شويه، لان فبيظهر جليتشز زي كده بين الكليبات والترانزيشن. بص شايف الجليتش ده اهو. طب ازاي نخلص من الجليتش ده؟ انا اقول لك ازاي تخلص منه، بس يعني ما تحزقش قوي في الموضوع ده، ما تسحبش نفسك يعني. الموضوع فريم من الثانيه، واهم حاجه الايديت وفكرته يعني، وعندك انترو طويل قوي ما تدنقهاش يعني، المهم الايديت نفسه اللي يطلع حلو، ما تقلقش من الموضوع ده مش مؤثر، بس لو عايز تشيلها فهنيجي على البري كومبوزيشن اللي احنا عملناه للانترو، ندوس دبل كليك هتلاقيه فتح عندنا. فهنيجي مثلا للحته ديت اهو، شايف مثلا الجليتش، ببدا ان انا اصغر طبعا التايم لاين، انا عايز اشوف اكتر، فان الجليتش بتاعي اهو بدا مثلا من الفريم دي، فابدا عادي ان هو ادوس كنترول شيفت دي اقص عادي الحته دي، واجي هنا في الفريم بليندنج اقفلها، فتلاقي الدنيا عملت كده خلاص ظبطت. شوف مبقاش في اي جليتشات. وكذلك بقى بين كل هو الصراحه لو انت عايز تخلص منها هي غالبا بتكون بين كل كليب يعني، بين كل كليب بيتغير في الكادر فبيكون في فريم بليندنج ده، فيبقى عندي كليب بالشكل ده زي ما انت شايف 60 اف اس وشغال عادي من غير اي جليتشات اهو، الكادر بيتنقل و60 اف اس مكمل. طبعا الجليتش رجع في الكادر الثالث اهوت عشان انا ما كملتش يعني، انت لو عايز تكمل كمل عادي براحتك. بعد ما خلصنا في دلوقتي الانترو، كل اللي احنا بنعمله حاليا دلوقتي ان احنا مثلا لو شايفين الاغنيه صوتها عالي فبنبدا نحط لها كي فريم. بنحط لها كي فريم ازاي؟ بندوس على السهم ده وندوس على اوديو، هيطلع لك الاوديو ليفلز زي ما انت شايف الاوديو ليفل اهي، ممكن تقللها وممكن تزودها. فانا ببدا مثلا ان انا اختار انا عايز مثلا الحته الاخرانيه ديت الصوت يبدا يعلى فيها مثلا من اول هنا يطلع لزيرو تاني، فهاجي ادوس على الاوديو ليفل كده اهوت كي فريم، وابدا ان انا انزل مثلا نيجاتيف 5. انا شايفها كويسه مثلا، انا نعتبرها كويسه، انت هتبدا تسمع وتشوف بقى هل ده لسه عالي قوي وصوت الكلام بتاع الشخصيه مش باين ولا لا. وابدا ارجع عند جو تو ماركر بيت وابدا ان انا اعمل زيرو عادي تاني خالص، هتلاقي بقى ان البيت عندك بيرجع عادي. هنيجي بقى عند الكليبات اللي احنا مجهزينها دي بقى ايه، مش هنعملها زي ما عملنا في الانترو، لا دي هنختار فيها كل كليب عادي خالص، وهنبدا ان احنا نظبط بقى فيها البوزيشننج بتاعي. فانا عايز بسيب هنا اهوت، ببدا ان ادوس طبعا اي عشان اروح للاول بتاع الكليب، والبوزيشن ادوس بي وانا محدد اللاير، وابدا ان انا احدد اخلي الشخصيه في نص الشاشه. بعد ما ظبطنا كل الكليبات فزي ما انت شايف كده اهوت، ببدا ان انا ايه بقى اختار كل كليب تاني، ادوس كنترول اختار كل كليب، بختار بقى ايه كل كليب عادي، بدوس انا كنترول واعمل سيلكت لحد الاخر. ببدا ان انا بشيل بقى منهم ايه، ببدا اشيل الصوت وابدا افعل لهم برده فريم بليندنج عشان ال 60 اف اس ومرتين طبعا، وابدا افعل الموشن بلور، ولكن هنا ما تعملش بري كومبوز ليهم كلهم. ببدا ان انا اخش على واحد واعمل له كده اهو رايت كليك بري كومبوز
اتاكد الموف اتريبيوتس متفعله، اتاكد المربع ده متفعل، وابدا ان انا ادوس اوكي. يبدا عندي ينزل بري كومبوزيشن ده عشان لما نيجي نفعل الافكتات ونيجي نفعل السلو موشن والزومز يكون الموضوع سلس معانا والدنيا تكون مظبوطه. في حاجه بس اخيرا ستاكد عليها قبل ما تعمل بري كومبوزيشن. انصحك يعني ان انت لما تيجي تسلكت اللايرز كلها وتفعل الفريم بانك بالموشن بلور، تبدا تسحب من اي لاير هنا تزوده بس ثانيتين 3 كده عشان ما يظهرش فراغات سودا لما تيجي تعمل البري كومبوزيشن بين الكليبات. ساعات بتحصل يعني، معرفش ايه سببها الصراحه، بس هو ده تعمل عادي بري كومبوز لكل اللايرز زي ما قلت لك. بعد البري كومبوز بتبدا بقى ان انت تختارهم تاني. عايز تلو غير طبعا اللون غيره، ولكن انا هسيبه كده وابدا ان انا اجي مثلا على الفيديو وابدا ان انا اقص بقى اخليها قد البيت. اعتقد كلهم طبعا هيتقصوا معاك وانت عامل لهم سيلكت، بس لو لقيت حاجه مثلا زياده عن البيت فببدا ان انا اقف كده اهو وامشي يمين سيكه، لا سوري، فببدا ان انا اقف كده، لكن احدد طبعا اللاير اللي هي زياده عندي وابدا ان انا امشي كده. اللي مش مظبوط طبعا اظبطه اهو. طيب دلوقتي هنبدا نظبط لاير. ايه اللاير او يعني كليب الكليب الاولاني عندي هو الانترو، بديهي خالص. اللي ممكن نضيفه في الانترو عندك التكست، عندك ترانزيشنز مثلا بينك يعني شخصيه والثانيه، ولكن طبعا احنا سمبل اديت فهنضيف التكست بس والتكست افكتات والانيميشن بتاعها. طيب نعمل ايه عشان نضيف التكست؟ كل اللي هنعمله هنيجي فوق خالص ندوس على التكست تول ونيجي نهوت ندوس كده هيظهر لي التكست لاير بتاعي. تمام، هنفعله موشن بلور وابدا ان انا اسحب اللاير بتاعي دهوت، هسحبه فوق الانترو عشان اظبط التكست بتاعي. انا هسحبه فوق بعدين تاني خالص عشان طبعا لما نيجي نحط في الاخر كولر كوركشن يبقى الموضوع كويس، ولكن انا هخليه دلوقتي فوق اللاير عشان ابدا اظبط التكست واحده واحده براحتي. وابدا ان انا اكبر التايم لاين، مش هكتب اي حاجه دلوقتي، انا خليني في التايم لاين اهو، وابدا ان انا بقى ايه اسمع الشخصيه بتتكلم امتى وبتنتهي امتى. وانا عن نفسي بحب احط ماركس. انت مش عايز تقص التكست في ساعتها براحتك برضه. انا شايف وسيم بيقول من هنا ايه ده وانتهت هنا مثلا، وبيبدا يقول الكلمه اللي بعدها الميه دي بقى لها كتير هنا من اول هنا، وبيبدا هنا يتكلم بسبوسه تاني بس، وهكذا بقى. انا بحب امرقهم عشان ابقى عارف الكلام بتاعي هضيفه امتى وهينتهي امتى، وازاي اعمل اوفرلابنج للتكست عشان يكون الموضوع سلس شويه. طبعا انت هتكمل بنفس النمط، انا مش هكمل، انا مش هكتب باقي التكست، انا مش فارق معايا، بس انا هوريك ازاي تكريت التكست. فنيجي هنا اهوت جو تو ماركر، انا شايف ان التكست بتاعي بيبدا هنا، ابدا اسحب عادي لحد ما الاقيها في الاول هنا. ادي التكست بتاعي اهو زي ما قلنا، وابدا ان انا ايه اكبر بقى التايم لاين في فرق فريم اهو اظبطها عادي. وشايف مثلا ان ايه ده تنتهي هنا او هتنتهي هنا عشان نعمل شويه اوفرلابنج ما يكونش الموضوع بيخلص بسرعه يعني. هاي شباب، طبعا معاكم يوسف من اللايف بريفيو هنا يا صديقي. بص من الاخر المايك للاسف فصل ساعة التصوير، تمام، ولكن انت خليك مركز مع الشرح الشغال حاليا. انا قلت طبعا اطلع معاكم اونسكم كلايف كاني بتفرج معاكم يعني. المهم اللي بيحصل حاليا وهو ان احنا بنسنتر، انا بتفرج طبعا فانا مش فاكر، ولكن هحاول هتستنتج معاكم في السريع. المهم احنا بنسنتر التكست في النص. عملنا ايه من دقيقتين؟ عملنا، ارجع انت طبعا لو انت عايز تتفرج، عملنا ان احنا دوسنا رايت كليك وترانسفورم، وعملنا سنتر تو انكر للانكر بوينت، وعملنا سنتر كمان للفيو، وده هيخلي التكست في السنتر بالظبط. تمام، ولكن طبعا لازم تظبط حجمه كويس ولازم تظبط دنيته كويس. واللي واخد بالي ان هو انا بحاول طبعا الون، ولكن ان هو انا اللي فاكره ان انا كنت بندب ساعه التصوير، لان هو التلوين للاسف في الافتر متعب جدا 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 في العربي. موضوع للاسف محكوك زي ما انتم شايفين. لو حد عنده حل طبعا يقول لنا، لو حد طبعا خبير جدا يعني او يعني متمكن من الموضوع ده يعني نكون متشكرين ليه جدا، اكيد 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 يعني. المهم ان للاسف انت بتقعد تجرب كل كلمه كده لان الكلمه بتلون حاجه تانية. فانا يعني انا اللي فاكره ان دقيقتين كده وهتلاقيني مثلا لونت، عملت سيلكت على كلمه والتانية هي اللي اتلونت على ما اعتقد يعني. بس ثانيه خلينا نشوف اهو. لا مؤاخذة، احنا لونا طبعا، انا بس ايه يعني بسرح بس. المهم احنا لونا واخترنا التكست افكت الانيميشن اللي انا بعمله في التكست، وهو الفيد اب ووردز هنا.
تمام، وبتنزل عندك الكي فريم. عشان تفتح الكي فريمز بتدوس على يو. تمام، بحاول افتكر كل اللي انا قلته في الشرح يا شباب. طبعا ما فيش جراف للكي فريم فما تقلقش الا لو انت اللي عايز تعمل جراف، ولكن المهم بتدوس عليه وتبدا تظبط الكي فريمز بتاعتك على حسب طبعا. وانا بحب اعمل اوفرلابنج للتكستس، فانا في الاغلب ما بخليش التكست بيكون بينتهي في المده اللي انا حددتها يعني بخليه يطول شويه عشان يبقى داخل في التكست التاني، عشان يبقى فيه ايه زي اوفرلابنج كده، التكست الاتنين داخلين في بعض. ده بيبقى شكله حلو يعني، بيبقى شكله جميل يعني. الاتنين واحد التاني بيختفي وده بيظهر على طول في ساعتها، بدل ما الموضوع يكون حد قوي اللي هو ايه واحد اختفى ومفيش اي حاجه في الشاشه فجاه بسرعه والتاني ظهر على طول. لا خليهم ايه اوفرلابنج في بعض كده. دي حاجه ملهاش شرح يعني، المهم انت فاهم قصدي. هنا طبعا ازاي طبعا بنعمل الانيميشن للعربي لان هو بالانجلش. بننزل تحت قلنا رامب اب، وعملنا حاجه كمان مش فاكر ايه هي. المهم ان احنا بنيجي ان هو كمان بنعمل سيلكت للكي فريمز ونعمل تايم ريفرس، وفي الاوفست بمشي اهوت 1 فريم او 2 فريم عن الستارت. طبعا انت المفروض تكون فاهم من الفيديو، فكك من اللي انا بقوله ده، انا طالع ونسكو بس. وبنعمل عادي بنخليها نوت زيرو، ونخلي الكي فريم الثانيه نيجاتيف 100، بس الكي فريم الثانيه بقى بتكون عند الاند عادي، او عند الكي فريم الثانيه بتاعت الستارت عادي. انا قلت بس بلاش اسيب الفيديو ايه مش يعني شغال والدنيا ايه مش مفيش حد بيتكلم وبتاع وساده وكده. طب ليه؟ عامة ده الاختفاء. لا دي يعني ده اللي انا ازاي بقى يعني التكست بخليه ينتهي ازاي، بخلي فيه الانتهاء بتاعه اوباستي. فيه طبعا افكتات كتير هنشرحها مستقبلا ان شاء الله. طبعا كي فريم 100 والكي فريم الثانيه زيرو عادي، ومفيش اي حاجه في الجرافات، متقلقش، موضوع بسيط يعني. يا ولا اثبت يا ولا. وابدا اعمل طبعا كنترول دي. انا بحب اعمل كنترول دي، بحب ان انا ادوبليكيت التكست. انا ما ضفتش لسه اي افكتس طبعا، ولكن انا بعمل دوبليكيت للتكست. تمام. وعشان طبعا مش عارف والله اشرح ازاي، مش عارف. الشرح في ساعتها غير ان انت بتتفرج، وانا بعدين برضو كسلت اسجل بقى كل حاجه في ساعتها، فايه قلت افتح المايك وتوكلنا على الله. المهم ان انا بعمل دوبليكيت للتكست عشان في الاخر يبقى من الاخر يبقى فيه الانيميشنز اللي انا عايزها. وابدا اهو زي ما انت شايف الكي فريم بقى بتاعت الانيميشن انا اللي هظبطها على الديوريشن او المدى بتاع انا عايزها تكون قد ايه، وتخلص امتى، تخلص امتى وتبدا امتى. هانت طبعا والمايك يرجع تاني يشتغل. مش عارف ليه المشكله دي حصلت من الاساس اصلا. هنا هو انا فاكر ده تقريبا ازاي سنتر سنتر التكست اهو، سنتر للانكر بوينت، والتانية هتبقى سنتر للفيو. في هنا شورت كات بقى باستخدام السنتر فيو، وهو الكنترول هوم اسهل ان انت تحفظ طبعا الشورت كاتس في كنترول هوم، والانكر بوينت كذلك ليها شورت كات كانت كنترول الت هوم. تمام، يعني ده هيكون اسهل لك بكتير بجد ان انت تتعامل معاه احسن من انت كل شويه تدوس رايت كليك وتطلع ترانسفورم وكده يعني. بس انا طبعا عشان ايه واحده واحده، عشان اللي مش عارف او اللي اكيد لسه يعني مش كله حافظ الشورت كاتس يعني. اكيد برضو ايه انا برضو قبل ما عرفت الشورت كاتس ايه وابدا، بس استخدامها طبعا بيوفر كتير. وزي ما قلت بتبدا طبعا بقى انت تعدل الكي فريمز بتاعتك للانيميشن. انا عملت دوبليكيت للتكست وكتبت التكست الجديد، عدلت عليه وكتبت الجديد، وببدا اعدل بقى على الرينج بتاع كل تكست وكده بالمنظر ده. بص اهو زي ما انت شايف انا اخترت بقالها، وسبحان الله الميه دي هي اللي اتلونت. فللاسف التلوين في افتر مقرف للاسف، والعربي ذات نفسه والله متعب في افتر، ولكن يعني خبط زي ما انا بخبط كده لحد ما تظبط الكلمه اللي انت عايز تلونها. بعمل تاني اهوت، ببدا بقى انا اكمل البروسيس بنفس الموضوع ده يعني. انا مش عارف ليه ما قصيتش هنا عشان انا قلت عايز اعمل اوفرلي صحيح للتكستس، فانا ايه ببدا انها اخليها تنتهي يعني ما تنتهيش يعني تنتهي وهي داخله في الثانيه يعني، فاهم؟ عشان يبقى في اوفرلابنج الاثنين ورا بعض على طول كده يعني.
المهم انا هو عملت دوبليكيت وكتبت التكست الجديد بتاعتي، وببدا ان انا اظبط بقى الرينج او الديوريشن بتاعي للكي فريمز واعدلها. فانا شايف ان هو كان كويس عامه ان التكست ينتهي هنا يعني. وكذلك بقى يعني انا ببدا بقى انا اكرر البروسيس ديت يعني لحد طبعا ما نبدا ان شاء الله ننزل شروحات. مثلا لو عايز انت تعمل 3 دي تكست او عايز تحط افكتات معينه لتكست معين، فاكيد مش هيبقى فيها دوبليكيت، هنضطر ان احنا نكريت تكست جديد، بس ده طبعا بيجنر جايد عادي خالص يعني. وزي ما انت شايف انا اعتقد هنا كنت بقول نبدا نكرر البروسيس بقى لحد ما التكست عندي كلها تخلص. ببدا بقى ان انا سيلكت التكست كلها عشان اضيف الافكتات بتاعتي واعمل بري كومبوز واتاكد ان الدايره ومربع متفاعلين بتاعت الاول اتريبيوتس والادجست كومبوزيشن. وحبيت انا اسميه هو تكست يعني عشان ابقى فاهم انا فين. ماشي كمل. ايه الافكتات بقى اللي احنا بنحب نستعملها اللي بتنقل التكست يعني من الشكل العيان ده هو اللي هو انت فاهم انت مش شايف اي حاجه لهذا الشكل؟ سبحان الله يعني ظبطت الكلمه بالظبط يعني. الافكتات هنستعملها هنقولها دلوقتي واحده واحده. اول افكت طبعا هو البيفل الفا على الشمال. انا هعمل سيرش حالا اهو. انا فاكر ان شاء الله اكون فاكر اللي انا شرحته. مش فاكر والله كنت بقول ايه هنا، بس يعني ما علينا. اكيد كنت بقول يعني ان دي تكست افكت وكده وما ينفعش ان انت ما تستخدمهاش يعني. هي اللي بتدي اصلا منظر اهو البيفل الفا، واسحبه واحطه على اللاير بتاع التكست او البريكومبوزد كلها التكست كلها، واخلي السيكنس 1.55 يعني من الاخر كوبي ماي سيتنجز. تمام. الافكت التاني عشان لو حد سالني ده اسمه الباننج، ولكن ديت فيها حريه شخصيه كبيره قوي يعني مش لازم تضيفه. المهم انا بضيف الديب جلو طبعا ده رئيسي هو الدروب شادو، والاعدادات 250 و0.45 ولازم تفعل المربع اللي تحت عشان ده هو بتاع التكست. و في حاجه تانية انا ناسيها في الاعدادات قلتها اعتقد مفيش ان شاء الله يعني. هنا طبعا كنت بقول يعني ان دي برضو كلها حريه شخصيه. كل الارقام اللي انا بقولها دلوقتي هي حريه شخصيه بناء على وجهه نظرك، او انت شايف ان التكست محتاج جلو زياده او مش محتاج كده يعني هكذا. وضفنا نهوت دروب شادو طبعا، بس انا بحب اضيف 3 دروب شادو. انا بحب اخلي كل واحد باعدادات معينه. طبعا انت براحتك عايز تكوبي الاعدادات بتاعتي كوبي، مش عايز برضو عادي برضو. المهم ان الشادو كولر عادي كله اسود. اوباستي بتاع اول واحد 95 وهنا 135 و10 20. تمام. في الديستانس والسوفتنس تقدر توقف طبعا وكوبي ماي سيتنجز لو انت عاجباك السيتنجز بالظبط، او تعدل عليها بناء على رغبتك الشخصيه. كذلك طبعا دروب شادو 2 ليه اعداداته ودروب شادو 3 ليه اعداداته. زي ما انت شايف هنا هو التالت ده 50 135 0 والسوفتنس مش شايفها، البريفيو عندي عامله قليل. ما علينا. كنت بقول هنا طبعا يعني يعني من الاخر دي حريه شخصيه يعني. انا لما شلت دروب شادو شفت التكست كان عامل ازاي، ما كانش وحش بس عادي. انا مرتاح للاعدادات دي في السيتنجز بتاعت التكست، فانا بحب اسيبها كده يعني. وطبعا دي رئيسيه ما كده ما ينفعش تتخلى عنها باي شكل كان يعني. انا يعني قلت اوريكم بريفيو للفول يعني الكامله التكست ازاي بقى عامل على الطبيعه بشكل كامل. وهنا داخل البري كومبوزيشن من الداخل عادي، مش عارف انا فتحته ليه الصراحه مش فاكر كنت بقول ايه يعني. لازم طبعا ترفع التكست فوق خالص عشان لما تيجي تعدل الالوان او تحط شيكس او كده الموضوع ما ياثرش عليه في اي حاجه. التكست دايما خليه اول لاير فوق خالص عشان يبقى فوق الجميع. لا مش محمد رمضان يا ظريف، بس يعني عشان انت فاهم واخد بالك. انا بدات ارجع تاني واعتقد ان انا هبدا اضيف بقى الايفكتات الحلوه السبايسي بتاعتنا اللي احنا بنحبها، الزومز والتكستر، ولا لسه ولا ايه؟ انت بتبدا طبعا تضيف كل التكستس بتاعتك لحد الاخر يعني. انا ما كملتش اكيد عشان ده شرح يعني. اعتقد هنبدا نضيف بقى الزومز والحاجات. ايوه الحاجات الحلوه. اول افكت هو التويكستر برو او التويكستر العادي، شوف انت هترتاح ليه. انا بحب اضيف البرو لان الموضوع مش يعني هو عادي الاتنين جامدين بصراحه يعني. انا ما اعرفش ايه الفرق اصلا. الفرق في كام سيتنج بسيط كده يعني. ولكن انا بضيف التويكستر برو
هنا في الان اف بي اس والاوت لازم يكون الاف بي اس ده بيماتش السورس، يعني نفس الفيديو اللي انت مدخله الكليب بتاعك لازم يكون ده فريمات الكليب الاصلي، مش ال 60 فريم بتوع الكومبوزيشن ولا الفريم اللي محطوطه ديت. فازاي نعرف عندي كام فريم؟ اهو زي ما انت شايف الكليب بتاعي اهو مكتوب على اليمين 25، او لو انت حتى مش لاقيها فانت هتدوس انتربريت وتدوس على ميديا هتلاقي مكتوب 25 او احيانا بتكون 23.976 يعني. بس لا، هنا في الحاله دي الكليب الاصلي بتاعه 25. فاروح وابدا اكتب ال 25 وابدا كمان اختار هنا هوت الكونتراست ايدج انهانس، وابدا اختار الموشن ويتد بلند. يعني فاكر طبعا الاعدادات، فاكر هختار دلوقتي الانفيرس والسمارت بلند. اوكي انا هنا هوت كنت نسيت اختارها، ولكن دقيقتين وهقول لكم عليها، او دقيقتين وهتظهر على الشاشه. انا فاكر يعني ان انا كنت نسيت اختارها في اهي انفيرس ويز سمارت بلند. تمام، ونبدا نجهز بقى الكي فريمز بتاعتي في السبيد والكلام ده. طبعا دي كمان مش لازم تكوبي الفاليو اللي انا بعمله دلوقتي، ولكن دي حرية شخصية. انا عن نفسي شرحت بالفاليوز دي 150 في الاول و150 في الاخر خالص. اتأكد ان كل كي فريم مظبوطة على اول واخر كليب، واللي في النص بخليها كنت مخليها كام؟ 45 اعتقد، يعني اعتقد الكي فريم اللي في النص كنت مخليها كام؟ انا ما عرضتهاش دي ولا ايه؟ بس انا اعتقد 45 او 40 يعني في الاخر يعني. ولازم طبعا تكوبي الجراف بتاعي، او مش لازم يعني الصراحه، لو عندك اداه جراف تانية اكيد اعملها يعني. بس الجراف بتاع تويكستر بيكون بالشكل ده، بسحب دي شمال واسحب دي يمين واسحب اللي في النص كده اهوت قرب الجنبين، عشان ابدا اضيف ايه يعني يكون الموضوع سموز معايا. تمام، يكون بص في سلاسه كده. ناقص ايه؟ عشان اكوبي التويكستر طبعا ببدا ان انا ادوس على الافكتس كده اهوت، بدوس عليه دبل كليك او 3 كليك يعني، وادوس كنترول سي واجي على الكليب اللي بعدها وادوس كنترول في. تمام، عشان ينزل بنفس الاعدادات ونفس الجراف ونفس الكي فريمز ونفس الاعدادات طبعا زي ما انت شايف اهو. وسلكت، بس لازم بقى عشان اسلكت الكي فريم بدوس على الكي فريمز بس لا سلكت كلها، وادوس على الت عشان اقدر احرك اهو بالمنظر ده، وشيفت عشان تبدا انها تعمل زي سينك، او انها تخش على الفريم الاخيره تتظبط على الاخراني بتاع اخر كليب يعني. تمام، وده وما تدوس كنترول في الا وانت واقف طبعا على اول الكليب. المهم زي ما قلت لك انت تركز انك كوبي تويكستر، وتركز انك تظبط الكي فريمز عشان ما تقلش عليك بتاع كاب كات ولا مؤاخذه. الحاجه الثانيه اللي هنعملها وعندنا الفافوريت، طبعا الافكت الفافوريت بتاع عند ناس كتير، وهو الزوم ان والزوم اوت. طيب الزوم ان والزوم اوت يعني، ففي الحاله دي انا هستخدم زوم اوت. عايز تستخدم زوم ان هتستخدم زوم ان عادي يعني. تمام، وهتكوبي الجراف اعتقد في الزوم ان كمان هيمشي معاك يعني. طيب الافكت اللي هنستخدمه هو الاس اندرسكور بلور كيرفز. تمام، وهنيجي نسحبه على اللاير الاولانيه اللي هي عندي، هيظهر لك الافكت بهذا الشكل تحت التويكستر. هنيجي نعمل ايه؟ الاداه اللي هنعملها هنعمل هنا ريفلكت، وهنعمل هنا ريفلكت، والسب بيكسل ديت هنقفلها عشان الدنيا ما تنغمش معانا. انا لسه مكتشفها مؤخرا الصراحه، انا عشان كده كان بيبقى في نغمشه قبل كده اكتر. مفيش اي حاجه ثانيه. نبدا بقى نركز الزوم. هنعمل هنا اوكي فريم للزد ديستانس، هنيجي على فيو. طبعا اول فريم عندي زي ما قلت لك لازم تركز، فهاجي اعمل هنا وهنختار مثلا 0.5. طبعا عشان طبعا ايه ما بقاش بزوم من المؤاخذه على صدر ويسو. هنا اهوت عندك الفاليو بتاع الاكس والفاليو بتاع الواي هتعدلها، فنطلع فوق كده مثلا انا عايز ان هو يبقى على الفيس بتاعه او الوش. وهاجي على الاخر خالص عند بيت 6 هنا اهو جوه ماركر، لانها طبعا انا بديهي ان انا شايفها اخر فريم في الكليب، وارجع ديت عادي لواحد خالص. طب احنا هنسيبه بالعبط ده يعني؟ ده ينفع والنبي؟ ده يتقال علينا بتوع كاب كات؟ ده يتقال علينا ينفع؟ ما ينفعش. فهنسلكت كده الكي فريمز وهنعمل رايت كليك كالعاده، كي فريم اسيستنت ايز، افتح الجراف وكوبي الجراف اللي انا هعمله حالا. عشان ما تقلش علينا كاب كات جو في اديتورز، فكل اللي هنعمله هنعمل جراف ديفرنت شويه. فاحنا هنيجي هنا اهوت نسحب السلايدر ده كده فوق لحد الميدل شويه، ونسحب السلايدر من على اليمين كمان لحد
الميدل هكذا شويه، تمام، ونقفل الجراف ونشوف الزوم كده عندنا مظبوط. زي ما انت شايف كده الزوم ان بتاعنا اتظبط. و نقدر بقى ان احنا برده نكوبي، ندوس عليه ايه، ندوس على يو ونسلكت الكي فريمز كده، ندوس على دبل كليك على البرومو كيرفز. يخرب بيت اسمك والله اللخبطه اللي جابونا. وكذلك برده هندوس على كنترول سي كنترول في سوري، ونبدا ان احنا نظبط برده الكي فريمز كده اهوت برده بالالت والشيفت، هيبدا ان هو يظهر بهذا الشكل. طبعا انت بقى لو شايف ان الزوم في مكان غلط فانت عادي برده بتعدل على الاكس والواي زي ما قلت لك اهو. انا شايف مثلا ان الحلو كده مثلا هيبقى بهذا الشكل، تمام. ونبدا طبعا ان احنا نعمل كده في كل الكليبات. موضوع سهل ان شاء الله مش هياخد وقت. ده البريفيو تاني اهوت. طبعا الفاليو بتاع الزوم ان طبعا ليك زي ما انا قلت حريه الاختيار في كل حاجه. الفاليو لو عايز شايف ان هو كبير قوي عادي صغره، شايف ان هو او زي الزوم ان برضه لو شايف ان انت عايز تزوم قوي جامد قوي اجريسيف عادي براحتك برضه. المهم دلوقتي احنا هنكمل دلوقتي كوبي بيست طبعا للايفكت بتاع البلورمو كيرفز. وكده خلصنا كل الزوم اوت اللي احنا هنستخدمها. انا في الايديت ده استخدمت الزوم اوت عادي، لك حريه الاختيار انت تستخدم الزوم ان والفاليوز اللي تعجبك، وتقدر تلتزم طبعا بالاعدادات اللي انا اديتها لك. وما تقلقش من النغمشه اللي هنا لان هي بسبب البريفيو بتاع كوارتر لان الجهاز مش مستحمل. هل اقدر اضيف حاجه زياده؟ تقدر تضيف ترانزيشنز. يعني انا مثلا بين البيت مثلا والانترو بتاعي عايز اضيف وايت سوليد كده اهوت ايه يحل لنا الدنيا. يعني هو المهم هنيجي اهوت ندوس على نيو او ندوس على فوق خالص، هندوس على لاير ونيو ونعمل سوليد كريت سوليد، خليها طبعا وايت، وهنقصها طبعا على قد الكليب بتاعنا، تمام. بكنترول شيفت اند دي زي ما قلنا كده. طبعا لو عايز ترجع بتدوس كنترول زي، يعني المفروض الحاجات دي بيزكس يا شباب والله. لو عايز ترجع خطوه تدوس كنترول زي ما انت شايف الوايت سوليد مغطي الدنيا. فكل اللي انا هعمله هدوس على هكبر التايم لاين كده وادوس على تي. اول كي فريم هخليها 100، اخر كي فريم هخليها 0. واعمل ايه؟ هيتقال علينا ايه بقى؟ هيتقال علينا كاب كات اديتورز عشان احنا ايه يعني ندوس على كي فريم، نحدد الكي فريمز ونعمل كي فريم اسيستنت وايز وندوس على الكي الجرافس ونيجي نكوبي الجراف ده اهو، تمام. هنعمله دايجونال كده شويه كده حلو، او نرجعه سيكا شويه عشان ما يبقاش بيخلص بدري. وشكرا. تعالى عند الكي فريم الاولانيه ديت قدمها فريم واحد وبس كده. عندك الوايت سوليد ترانزيشن ده. وضيف بس افكت اخير بحب اضيفه وهو السي سي فينيات. هنضيف عليها السي سي فينيات العاديه بقى، هيبقى بالمنظر ده. شكرا. وزي ما انت شايف احنا حطينا الترانزيشن ده بعد ما احنا طبعا كده احنا انتهينا طبعا من الايديت ان شاء الله كامل. كل اللي احنا محتاجين نعمله دلوقتي هنحط ووتر مارك او هنحط بسم الله الرحمن الرحيم اوترو. فانا بالنسبه لي انا بحب احط الاوترو بتاعي. المهم ان احنا زي ما قلت لك احنا عايزين نكرر الايديت هنا، نكرر الايديت هنا اول ما الاصفر ده يبدا. فكل اللي هنعمله هنعمل سيلكت لللايرز. اول حاجه بس هنرفع السوليد دي بعيده قوي خالص كده، نعملها بس يعني بالموشن بلور الاول. نعتمد على الموشن بلور في حاجات كتير والله. كل اللي هنعمله هنختار كلهم كده، هندوس على اول لاير ونهولد الشيفت، ندوس كده وندوس على كنترول دي تعمل لي كوبي، او تحطهم في بري كومبوزيشن زي ما قلنا اللي هو رايت كليك بري كومبوز وفعل المربعات وعادي يعني. بس انا بحب اعمل كده عشان لو هعدل على كليب بعينه مثلا اتاخر في البيت واحده، مش متقدم في البيت على واحده كده يعني. المهم بعد ما الايديت بيخلص فانا بحب احط الاوترو بتاعتي عشان ما يجيش واحد كاب كات اديتور ولا مؤاخذه عاق يسرق الايديت بتاعي. فالايديت هيكون بهذا الشكل معروض قدامك. في حاجه ناقصه وهي حاجه مهمه جدا، اخر حاجه وهي اهم حاجه اصلا في الايديت كله لان هو شكله تحسه بيض كده عادي يعني خالص، وهو الكالر كوركشن. هنحط ازاي كالر كوركشن؟ هندوس على نيو، هندوس على ادجستمنت لاير، وهننزل تحت الانترو اللي هو اول كليب اخر كليب عندي خالص بتاع الايديت، وهنيجي نقص كده. انصحك ان انت تحط طبعا التكست لايرز فوق الادجستمنت، تمام.